الشاب الذي سرق البنك في وضح النهار. في قلب مدينة الدار البيضاء المزدحمة، كان هناك شاب يدعى أمين، يبلغ من العمر 28 سنة، بشعر أسود كثيف وعينين تحملان بريقا من الذكاء والدهاء. أمين لم يكن شابا عاديا، فقد كان يتمتع بذكاء حد، لكنه استعمله بطريقة مظلمة. كان قد نشأ في حي فقير، حيث تعلم أن الحياة لا تعطي إلا لمن يعرف كيف يأخذ. كبر أمين على أحلام كبيرة، لكنه كان يدرك أن العالم من حوله لا يرحم. حاول أن يعمل بجد، لكنه اصطدم دائما بجدار اللامبالاة والفساد. بدأ ينظر حوله ويرى أن النجاح بالنسبة للكثيرين كان دائما يأتي من الطرق الملتوية. قرر أنه حان الوقت ليستفيد من مواهبه الخاصة، وأن يترك بصمته حتى لو كان ذلك يعني كسر القوانين. في ليلة هادئة، بينما كان جالسا في شقته الصغيرة يحدق في سقف الغرفة، خطرت لأمين فكرة جريئة: سرقة البنك الوطني في عز النهار. كانت خطته غير تقليدية، لكنه أدرك أن الجرأة وحدها هي التي ستجعله ينجح. البنك الوطني يقع في شارع مزدحم في قلب المدينة. كاميرات المراقبة، رجال الأمن، والنظام الإلكتروني المحكم كانوا يشكلون تحديا كبيرا. لكنه عرف أن هذه التحديات هي ما تجعل المغامرة مثيرة. قرر أمين أن يعتمد على خطة جريئة تظهره كرجل محترف، لا مجرد لص مبتدئ. بدأ أمين يخطط لعملية السرقة بطريقة محكمة. أولا، قضى أسابيع يراقب البنك. درس أوقات الذروة، مواعيد تبديل الحراس، وحتى الطرق التي يسلكها العملاء والموظفون. كان يتنكر بملابس مختلفة كل يوم، مرة كساعي بريد، وأخرى كبائع متجول. لم يثر الشكوك أبدا. بعدما جمع المعلومات الكافية، بدأ بتجهيز المعدات. استأجر سيارة سوداء بلا لوحة تعريف، اشترى حاسوبا محمولا مجهزا بأحدث برامج القرصنة، وجهازا لتعطيل الكاميرات، بالإضافة إلى سلاح غير مرخص. في صباح يوم الثلاثاء، يوم العمل الأكثر ازدحاما في البنك، قرر أمين أن ينفذ خطته. ارتدى بدلة رسمية أنيقة وربطة عنق، وحمل حقيبة جلدية بنية اللون. بدا كأنه مدير شركة قادم لإجراء صفقة مالية. عند الساعة 11 صباحا، دخل البنك بخطوات ثابتة. كان الجو يعج بالعملاء والموظفين، والجميع مشغول في عالمه الخاص. توجه مباشرة نحو مكتب مدير الفرع، مدعيا أنه جاء لمناقشة قرض كبير. قدم بطاقته المزورة بكل ثقة، وطلب الاجتماع بمدير الفرع بشكل خاص. بعد دقائق، كان أمين جالسا في مكتب المدير، يتحدث بهدوء عن مشروعه الوهمي. فجأة، أخرج من حقيبته جهازا إلكترونيا صغيرا ووضعه على الطاولة. قال بهدوء: هذا ليس اقتراحا، سيد المدير، هذا جهاز يشوش على كافة أنظمة الإنذار في البنك. أريدك أن تتعاون معي، وإلا سأضطر لاتخاذ إجراءات قد لا تروق لك. تفاجأ المدير، لكنه ظل هادئا. أمين كان يعرف كيف يسيطر على الموقف. بنبرة واثقة ونظرات حادة، أخبر المدير أنه إذا اتبع تعليماته فلن يصاب أحد بأذى. في نفس اللحظة، قام أمين بتعطيل الكاميرات باستخدام جهازه، وأصدر أوامر لموظف الصندوق بجمع كل الأموال في الحقيبة التي أحضرها معه. كان كل شيء يجري بسرعة ودقة، والجميع في حالة صدمة، غير قادرين على التصرف. بعد أيام قليلة من عملية السرقة، بدأ التحقيق يأخذ مسارا جادا. الشرطة كانت في حالة استنفار، خاصة وأن السرقة تمت بطريقة غير تقليدية وبدون أي أدلة مباشرة. لكن أمين لم يكن يعلم أن ذكاءه الفائق قد ترك خلفه خيطا رفيعا. الكاميرات في الشوارع المجاورة التي لم تعطلها أجهزته سجلت السيارة التي استخدمها وهي تغادر المكان. الشرطة على خطاه. بدأ المحققون بتتبع السيارة، واكتشفوا أنها مستأجرة بهوية مزورة. لكن أمين، على الرغم من حذره، ارتكب خطأ صغيرا.
الهاتف الذي استخدمه لفتح حساب مزور كان متصلا بشريحة هاتف قديمة تستخدم مرة واحدة، لكنها كانت مرتبطة بحساب بنكي أجرى منه عملية سابقة. وهكذا بدأت الشبكة تضيق حوله حياة مزدوجة. أمين الذي أصبح الآن بطلا في حيه بفضل الأموال التي وزعها لم يكن مرتاحا تماما، كان يعيش حياة مزدوجة. من الخارج يبدو كأنه مواطن عادي يدير أعمالا صغيرة، لكنه من الداخل كان قلقا باستمرار. كان يعرف أن الشرطة لن تهدأ، وأنه عليه أن يكون مستعدا لأي طارئ. في أحد الأيام، وبينما كان أمين يقود سيارته نحو منزله، لاحظ سيارة سوداء تسير خلفه بشكل مريب. حدس أمين القوي أخبره أن الشرطة بدأت تقترب. قرر أن يختبر السيارة، فغير مساره فجأة واتجه نحو طريق جانبي، لكن السيارة السوداء تبعته. شعر أمين بالخطر، فزاد من سرعته ودخل في شوارع ضيقة يعرفها جيدا في الحي. بدأ سباق محموم بينه وبين الشرطة. استخدم مهاراته القيادية لتفادي المطاردة، واستطاع الهروب مؤقتا، لكن الشرطة الآن كانت تعرف هويته بالكامل، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه. الخطة الأخيرة. عرف أمين أن الوقت قد نفد، وأنه لن يستطيع الاستمرار في الهروب للأبد. قرر وضع خطة أخيرة للهرب من البلاد. جهز نفسه بجواز سفر مزور، وحجز تذكرة طيران إلى دولة بعيدة لا تتعاون مع الشرطة الدولية. لكن قبل أن يغادر، كان عليه أن يودع الحي الذي نشأ فيه. في تلك الليلة، وزع أمين باقي الأموال على سكان الحي، وأوصى أقرب أصدقائه بالعناية بعائلته. كان يعرف أنه قد لا يعود أبدا، لكن شعورا بالراحة غمره وهو يرى الفرحة في عيون الناس. في صباح يوم الرحيل، وبينما كان أمين في المطار، ظن أن خطته تسير على ما يرام، لكنه لم يكن يعلم أن الشرطة كانت تراقب تحركاته منذ أيام. عند بوابة الصعود إلى الطائرة، ظهر رجال الشرطة فجأة. حاول أمين المقاومة، لكنهم كانوا مستعدين. ألقوا القبض عليه وسط دهشة المسافرين. في المحكمة، كان أمين هادئا وواثقا. اعترف بكل شيء، لكنه برر أفعاله بأنها كانت بدافع الفقر والظلم الذي عاشه. حكى كيف حاول أن يغير حياته بالطرق المشروعة، لكن العالم كان دائما يسد الأبواب في وجهه. كسب تعاطف البعض، لكن القانون كان صارما. حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. داخل السجن، أصبح أمين شخصية مؤثرة. استخدم ذكاءه في مساعدة السجناء الآخرين، وبدأ في تنظيم ورش لتعليمهم القراءة والكتابة. أصبح رمزا للتغيير والإصلاح داخل الجدران الباردة. النهاية المفتوحة. بعد سنوات طويلة، خرج أمين من السجن كرجل مختلف. العالم الذي تركه قد تغير، لكنه ظل يحمل نفس الحلم أن يعيش بكرامة، لكن هذه المرة بطريقة نظيفة. تساءل الكثيرون عما إذا كان سيتوب تماما أم سيعود إلى طرقه القديمة. أمين فقط هو من كان يعرف الإجابة، وفي أعماقه ابتسم لنفسه قائلا: حتى الذئب يستطيع أن يتعلم العيش بين البشر، لكنه لن ينسى أبدا كيف يصطاد.